الشكوى اللي كتير جدا بسمعها اليومين دول. انا مربيه بنتي كويس، بس ملاحظه ان اخلاقياتها اتغيرت. انا ابني فجاه بقى بيجيلي منه شكاوي من المعلمين والمعلمات واصحابه، وفجاه ابني كده اللي انا مربياه كويس بقى بلطجي في وسط المدرسه، وسط الدروس، وسط اصحابه. انا مربياه كويس والله العظيم، ودايما مصاحباها ودايما مصاحباه. ايه اللي حصل لاولادنا؟ صلوا على الرسول عليه الصلاه والسلام. الحقيقة إن إحنا في حرب أقوى كتير من حرب الصواريخ والدبابات وحرب الدول مع بعضها. في حرب قوية جدا وشرسة على أولادنا. الحرب دي حرب السوشيال ميديا. أنا ما بربيش ابني ولا بنتي لوحدي. التلفزيون بيربي معايا، الموبايل بيربي معايا، المدرسة وسلوكياتها بتربي معايا. زمان ما كنتش بشوف السلوكيات دي مع أولادنا، علشان إحنا ما كانش عندنا الأفلام اللي بتتصدر لنا، هي الأفلام اللي فيها عنف وبلطجة وي وي. ابني لما يقعد قدام التلفزيون ويتفرج على مسلسل، يبقى القصة القائمة بتاعته ودور البطولة على البطل الشهم الهمام اللي أخد حق البنت اللي مش عارفة في الشارع بتاعه، إنه مسك الولد وراح ملبسه فستان ومشيه في الشارع. الولد اللي اتفرج على ان الرجولة والقوة الشخصية هو ان اكل كبدة نية وسط اهلي، يا سلام ده انا راجل قوي كده. الولد اللي بيتفرج على مسلسل فيه واحد في وسط الشارع بتاعه، البلطجي بتاع الشارع، واللي اي حد يبقى عنده حق يروح له، علشان الولد اللي احنا شايفين انه راجل ده، اللي هو كان دور محمد امام في المسلسل، ان هو البلطجي اللي اي حد عنده مشكلة بيروح يحلها له، بينيم الشارع من المغرب يعني. فالعقل الباطن بسرعة اتصدر له فكرة ان هي دي تساوي الرجولة، ان لما اكل كبده ابقى انا نيه يبقى انا راجل، ان لما اشخط وازعق ابقى انا راجل، ان لما امسك واخد حقي بعنف من واحد حتى لو كان مخطئ فلبسه فستان واهين رجولته قدام الناس كلها، فانا كده راجل. فعقله الباطن سيطر عليه ان يا سلام، البت بطيخه اللي في الشارع هتعجب بيا قوي 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 لما امسك الولد برعي اللي ضايقها فاروح ملبسه فستان في وسط الشارع، هتحبني قوي وهبقى راجل وسيد الرجاله. اما كده اعرفهم ان انا باكل كبده نيه، ده انا ان البنت بتاعتي هتنبهر جدا. اما في وسط الفصل بتاعي اعمل مش عارف ايه عشان البنات تبقى فرحانه بيا. ايه اللي حصل؟ فكره الرجوله اترسمت عنده من خلال المسلسلات. العقل الباطن وهو بيتفرج على المسلسل او الفيلم اللي فيه الاحداث دي، هو عمال يرسم صوره حيه لصوره الراجل مختلفه تماما عن صوره الراجل اللي بجد. طب اعمل ايه مع ابني عشان ميبقاش مجرد كلام مرسل بنقوله وخلاص؟ دي فكرة اتصدرت لهم، بس في وسائل تانية للتربية ممكن تحارب الفكرة دي. في أم في البيت وفي معلم لسه دوره في الفصل. أنا عندي زرعتين، الزرعتين موجودين قدامي، زرعة وضوء ومية. الزرعة اللي أنا هسقيها مية باستمرار وههتم بيها هي دي الزرعة اللي هتنمو. فبلاش أسيب ابني المية اللي ترويه هي المسلسلات والأفلام والتفكير الخاطئ. لما الاقي في ابني سلوك وحش بلاش دايما غلط وانت مش عارف ايه، لا، تعالوا دايما كده حبيبي انت ازاي عملت كده، انت كده انا اصحابك بيشتكوا لي ان انت ضربته وان انت، ايوه يا ماما ما هو شتمني وضربني وانا لازم اخد حقي، امال يعني اسيب كده حقي وابقى مش راجل؟ هنا افهمه باللين وبالرحمه، حبيبي الرجوله الادب، الرجوله الرحمه، الرجوله اللين، الرجوله ان انت تعرف تسيطر على اعصابك. الرسول عليه افضل الصلاه والسلام قال ايه؟ ليس القوي بالصرعه ولكن القوي من يملك نفسه عند الغضب. الصرعه مش قوي الجسم اللي بيضرب وبيبلطج، لا يا حبيبي، القوي من يملك نفسه عند الغضب، ده هو القوي. انت كده بقيت ضعيف. وابتدي اعلمه. طيب الولد راح وسمع كلام مامته اللي هو يعني ما غزاش الفكرة قد كده، هيروح الفصل، المعلم في الفصل فجأة لقى صوت عالي وده شتم وده ضرب. أرجوك، أرجوكي وقفي الدرس فورا، وقفي التقييمات، وقفي الدرجات، وقفي الكراسة اللي عمالين طول الحصة بنكتب فيه في درجات، علشان الأهم التربية. الوزارة بتاعتنا اسمها وزارة التربية والتعليم، حطوا التربية الأول وهتاخدي ثواب أكتر لما توقفي كل حاجة وتوقفيهم. انت ليه شتمت؟ ما تتجاهليش ده عشان الحصة ما تعديش بسرعة، عشان لازم اخلص الدرجات واخلص من الشغل اللي ورايا. ده شغل
هتحاسبك عليه الحكومة. بس في شغل تاني ربنا سبحانه وتعالى هيحاسبك عليه، وفي شغل أجمل. هو انت عند الأولاد دي بقيتي عاملة ازاي لما دخلتي في حياتهم وابتديتي تتكلمي معاهم؟ الحقيقة يا جماعة إن أنا شايفة إن المعلم الناجح والشاطر مش المعلم اللي عنده معلومة زيادة، عشان كل المعلمين والمعلمات متخرجين عندهم معلومات أزيد أو عندهم معلومات كافية. فمش الشطارة إن أنا عندي معلومة، الشطارة إزاي أوصل المعلومة دي بشكل حلو. الشطارة والمدرس الشاطر والناجح هو المدرس اللي قادر يخلي كل الطلاب تحبه. استني كده لحظة، كل الطلاب؟ انا عمري ما هعرف اخلي كل الطلاب تحبني. هو ده النجاح، ان اخلي الطالب الشاطر يحبني والطالب اللي مش شاطر يحبني، الطالب المشاغب يحبني والطالب الهادي يحبني، واقدر اوصل لكل ده. وقتها لما كلهم يحبوني هيسمعوا مني كل الكلام. ليه في معلم لو ضايق طالب بكلمة، الطالب ده عايز ياخد رد فعله، انا عايز اجيب بابا وعايز اخد وعايز حقي والدنيا تقوم ما تقعدش. ونفس الطالب لو معلم تاني قال له نفس الكلمة متقبلها منه وما عملش حاجة. الفكرة في الحب. خلوا الأولاد تحبكم، هتعرفوا تسيطروا على عقولهم، هتبقي انتي أهم عنده من بابا وماما وأصحابه في كل مكان. لما يبقى عنده مشكلة مخبيها من بابا هيجي يقولها لك، لما يبقى في مشكلة مخبيها من ماما وقاعدة ساكتة ومش عارفة تحكي لمين هتيجي جري تقولها لك، لما صاحبتها توجعها ومحدش يعرف ياخد لها حقها هتيجي جري تقولك. مش هيتكسف من ضعفه في المادة الفلانية لأن انتي شلتي حاجز الكسوف منه. فالمعلم الشاطر والناجح هو المعلم اللي قادر يخلي كل الطلاب تحبه، اللي قادر يدخل لقلوبهم قبل عقولهم. فلو سمحت، لو سمحتي، لما تشوفي سلوك عدواني في الفصل اوعي تفكري ان الطالب ده بعيد عن فكرة البلطجي اللي بنشوفها في المسلسل. لا، هو ده بلطجي بس صغنن كده، بيتربى معاكي في الفصل وانتي مش حاسة، وبيروح يكبر بلطجيته في البيت والام مش حاسة، وبيبتدي يكبر جواه فكرة ان انا البلطجي. هو مش عايز يبقى بلطجي، هو عايز يبقى راجل زي ما شاف في مسلسلات محمد رمضان ومسلسلات محمد إمام ومسلسلات اللي بتصدر لينا فكرة الكبدة النية وفكرة إن هي دي الرجولة. لا لا. طب أعمل إيه؟ وقفي في حالا الحالتين دول. أنت شتمت ليه؟ شتمني بالأم، ما سيبش حقي. حاجة صعبة جدا، وفعلا أنا ما ينفعش أخلي حد يشتمني بالأم. وقفوهم الاتنين وفاهمين إن رد الإساءة بإساءة. لما أنت شتمته حبيبي ما أنت بقيت شبهه. المسيء شد الطالب الكويس وخلاه جنبه في خانة المسيء، فبقيتوا انتوا الاتنين مسيء ومسيء، بقيت شبهه، ما بقاش لك حق. طب هديلك حقك ازاي؟ يا خسارة، كنت عايزة اجيب لك حقك بطريقة افضل. كده ندم على حقه اللي ما خدهوش. وابتدي اعرفه ازاي ياخد حقه، ابتدي اعرفه ان الشتيمة ورد الفعل السيء دي حاجة وحشة، وان انت كده بقيت شبهه. لا تسمح للقبيح ان يسرق منك المليح. اللي شتمك ده قبيح، شتمك بالام وهانك، وانت بقيت شبهه لان انت رديت له الاهانه باهانه. وهنا مش هيبقى في حاجه اسمها اصل انا كنت رد فعل، خلاص خلصت، بقيتوا انتوا الاتنين وحشين. ويعني المسيء اللي شتمه هو يعني وحش قوي، ما هو كمان اتفرج على الحاجات دي فنقلها. فابتدي اتكلم معاهم على ان دي سلوكيات مش كويسه. طب اخد حقي ازاي؟ اولا انا في مدرس او مدرسه اروح اقول لهم انا التصرف ده حصل لي والتصرف ده انا رافضه ومن فضلك خدي لي حقي. وفي طرق كتير جدا اقدر اعرف اخد بيها حقي. اكلمه اقول له انت شتمتني وغلطت فيا وانا تربيتي مش هتسمح ان انا انزل للمستوى ده واغلط فيك، بس انا وكلت فيك ربنا. الكلمه دي مهمه جدا ان انا اعلمها لاولادي وبناتي، كلمه اوكل ربنا. يا جماعه سيبوا ربنا ياخد لكم حقكم واتفرجوا. انت لما خدت حقك بشتيمه حقك راح، كده حقك كده خلاص هديت؟ لا طبعا، هيرد عليك بشتيمه، هتضربه فهيضربه، فهنتحول لساحه قتال ومعركه ملهاش اي لازمه. جرب كده تشوف ربنا ياخد لك حقك، عشان لما تكبر تلاقي ان في حياتك كلها انت موكل ربنا. واتفرج على الحق اللي ربنا هياخده لك. سيب المسيء يكمل اساءته، سيب اللي مش كويس يبقى هو مش كويس لنفسه ولبيته وتربيته، سيب الحرامي خد حقك بطرق سلمية ومؤدبة وفيها جمال لتربيتك. عرفيه ان انت بيتك كله انت جاي لي بيه، فلما تشتم بألفاظ مش كويسة فانت عرفتني ان بيتك مش كويس، فبلاش تصدر لي فكرة ان بيتك مش كويس. خليك عنوان جميل لبيتك وابتدي كلميهم في ده. كده تبقي معلمة ناجحة او معلم ناجح، هيروح البيت هيصدر الفكرة دي وهتاخدي فكرة ان انت علمتيهم صح. دمتم بخير وسالمين، وداموا أولادنا كلهم بخير. سلام عليكم.